زي ما بدأت الحلقة كنت بتكلم ان احنا في الألفية الثالثة الأفكار التقليدية خلصت. النهارده احنا عندنا مشاكل بطالة، الدولة مش هتقدر توفر وظائف. الوظيفة في أي مصنع بتتكلف حوالي 250 ألف جنيه. يعني أنا النهارده عشان أعمل مشروع أشغل 100 واحد بتبقى تكلفة الواحد 250 ألف جنيه، مشروع مش عارف ايه. لما يجي حد يفكر النهارده عشان يعملوا حاجات تانية وتبقى حاجات محترمة وحاجات كويسة والكلام ده كله، يا ويله اللي يفكر عشان يعمل حاجة كويسة. عندي تجربة يعني 7 شباب أو 8 شباب فكروا يعملوا حاجه معموله بره، اللي هي فكره المطعم المتحرك. انا مش هاخد كشك واقف اقفله كده، ده مطعم شيك جدا بنشوفه بره في الافلام وبنشوف في الحلقات الاجنبيه. نقلوا الفكره وعملوها، وطبعا بيبقى واقف عامل حسابه، عامل حسابه ياخد طاقه شمسيه وتشحن في بطاريات وتديني 200، يعني مش عايز حاجه من حد. عامل حسابه انه عامل الحمامات بتاعته بطريقه معينه عشان ما يلوثش حاجه، عامل حسابه انه اضافه لحاجه، وشغله مش عايز يقول للدوله لا هات لي وظيفه الكلام ده كله. على الدوخه اللي دخوها. وطبعا عندنا في محافظه القاهره اللي عايز يعملوا له كورس علاج نفسي 4 سنين، يروح بس محافظه القاهره هناك يقدم طلب ويشوف اللي يحصل له، هيطلع متعقد عايز 7 مستشفيات طب نفسي تعالجه. محافظه القاهره. المشروع اللي معمول ده عشان انا النهارده معايا يعني نخبه من المجموعه، الاستاذ عاطف راغب، وهو ده الفني اللي هو الحواديت كلها فيما يخص التكنولوجي اللي موجود في العربيه دي مسؤوليته. مساء الخير يا استاذ عاطف. مساء الخير، اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. معايا الشيف بتاع المشروع خريج للسياحه والفنادق احمد سمير. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت مخبوط من ساعه ما رحت المحافظه ولا ايه؟ وساره هاني معاهم واللي هي خريج تجاره انجلش في المشروع. طيب نبتدي من الاول، وان شاء الله هيبقى لها حل، بس كل حاجه هتتحل وكل حاجه لها حل، والزمن بتاع اللي كل واحد يقول لك ممنوع والكلام ده خلص، واللي هيقول ممنوع ده يمشي ويسيب مكانه، واللي ما كانش عارف يحل مشاكل الناس يمشي، محافظ عفريت ازرق يمشي. قول لي ايه الحكايه يا عم حضرتك؟ باختصار شديد احنا عملنا المشروع ده ومخلصينه بقالنا 3 سنين. 3 سنين وقاعدين جنبه بندور على شغل. وحطينا فيه كل ما نملك. ومديونين بفلوس كمان. احنا خلقنا فرصة عمل لنفسنا، احنا بنحب مصر جدا، شايفين البلد وحالها ان هي ما فيهاش شغل، البلد مش قادرة تعمل مشروعات، واقتصاد بلدنا مش في احسن حال، فقلنا نساعد نفسنا ونساعد البلد. عملنا مشروع عربية مطعم متنقل موجود في اوروبا من سنين، من عمر كل الناس اللي بتسافر بره طبعا بتشوفه وعارفاه، واحنا بنشوف الحلقات والافلام والكلام ده هنا. سيادتك الدول العربية كمان نقلوه، في الكويت اتعمل، في السعوديه اتعمل، في الامارات عاملين، في دبي عاملين 16 عربيه، كل الكلام ده موجود على النت اللي يخش يشوف. في ليبيا عملته، في المغرب في مجموعه شباب عاملين عربيه هايله وعليهم اقبال رهيب من الناس. الدنيا كلها عملته، واحنا لسه مع احترام لحضرتك لسه واقفين بنتفرج. هنفضل نتفرج لحد امتى؟ طيب كلمنا عن المشروع، سيبك من ده، هتتحل وحياتك هتتحل، ما تشغلش بالك. قول لي انت عمل ايه الموضوع؟ احنا عملنا عربيه مطعم متنقل. مساحتها قد ايه؟ العربيه عرضها حوالي 1.80 متر، في ارتفاع 1.80 متر، في طول 3.5 متر. يعني زي بتاع الجامبو دي، ولا عربيه اكبر من عربيه الاسعاف. من عربيه الاسعاف؟ اكبر من عربيه الاسعاف. ما توروا لنا صوره يا شباب كده. حضرتك العربيه دي احنا جهزناها مطعم متنقل بالاستانلس، فيها حوض ميه، فيها خزان ميه، فيها خزان للصرف المؤاخذه، الميه مش نظيفه ما تقعش تحت العربيه، لا تنزل في خزان. فيها جريل، فيها قلايتين، حوض للغسيل، فيها ثلاجه، فيها ديب فريزر، فيها LCD مكنه كاشير، صوت ميوزك. وجهزت العربيه على اساس ان لو الشاشه الثانيه بايظه يا جماعه الناحيه دي حضرتك. وجهزت العربيه، لا ما انت انا مش شايف ديت، هي وراك باينه هنا، اتجهزت من جوه اهي. جهزت العربيه بشفاط، بجريل، بقلايات، بكل المعدات اللي في اي مطعم محترم. وفيها ديب فريزر عشان يحفظ الاكل، وفيها ثلاجه تبريد عشان احط فيها الكنز والميه. العربيه فيها طيب كل حاجه. اسمعك اسال احمد، التجهيزات اللي عملت دي احمد تقدر تعمل لي مطبخ متكامل، حاجه كويسه يعني؟ مطبخ متكامل يقدر يقدم قد يعني يقدر قد ايه لو انا عندي زحمه في اللي بياخد الساندوتش بتاعه ده والكلام ده كله، يقدر يكفيك انك تقدر حضرتك ده مطبخ كاني شغال في كافيه، في مطعم، في اي حته، مطبخ متكامل يعني زي اي مطعم بقى. اي مطعم تيك اواي تقدر تقدم اي حاجه، مش فارقه. مطعم تيك اواي، هو الفرق انه واقف على 4 عجلات بس كده، انه في عربيه. يعمل وجبات. احنا فكرنا كمان نعمل وجبات
وجبات خفيفه، ربع فرخه مع رز مع سلطه مع مش عارف ايه، وممكن شباب يعملوا يعني الموضوع هيبقى عام. مفيش حاجه حضرتك في المصانع والورش والاماكن يعني انك الصناعيه انت كمان تبعت يعني انك انت تقدر تبقى مجهز حاجه تقدر تبعتها لو في مصر عايزين 100 وجبه. وجبات ممكن نقف نعمل وجبات طيب انا الموضوع مين معانا يا طيب انا عايز اقول على حاجه ان شاء الله حين الفرج. انا معايا السيد اللواء اركان حرب احمد القصاص محافظ الاسماعيليه. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. سياده اللواء القصاص، الحقيقه احنا لنا مظلمه يعني انت مالكش مش طرف فيها، انما ان شاء الله الامل في ربنا وان سيادتك تحلها لنا ان شاء الله. هو الوش اللي انا سامعه ده عندي انا ولا عند سيادتك ولا فين؟ حضرتك راكب طياره ولا حاجه؟ لا والله مش والله يبقى انا اللي راكب طياره. طيب انا دلوقتي ضيوفي في الحلقه النهارده مجموعه من الشباب عملوا عربيه مطعم متنقل، مش يعني مطبخ متنقل يستطيع ان يقدم الخدمات زي اللي حضرتك بتشوفها بره في كل دول العالم معموله وموجوده في الدول العربيه. صرفوا اللي قدامهم واللي وراهم في المطعم ده و3 سنين، راحوا هنا في القاهره هنا عشان ياخدوا موافقات. يعني مش هقول لحضرتك اللي حصل لهم يعني ايه. فانا النهارده واحنا بنتكلم النهارده على الاسماعيليه دلوقتي بقت هي المنطقه التي تشعرنا بالامل وبتشعرنا ان بكره ان شاء الله افضل ان شاء الله، لان حظها انك انت سيادتك محافظ بتاعها، وحظها ان المشروع العظيم ده يبقى هو في المحور بتاعها. النهارده احنا عندنا 15,000 بطل شغالين ليل مع نهار في الجبل بيحفروا في القناه محتاجين خدمات والكلام ده كله. انا عندي بقدم هديه لحضرتك، عربيه جاهزه، مطعم جاهز يستطيع ان يساهم في تقديم الخدمات للابطالنا اللي شغالين 24 ساعه، وناس عندها استعداد تعيش في الحر في الجو في البرد جايين شغالين وبقدم خدماتهم. امل كبير جدا ان حضرتك تسعد هؤلاء الشباب ال8 دول او ال7 دول اللي هم صرفوا عمرهم عاملين مطعم وتجربه حلوه. انا بعتقد ان دي هتبقى فرصه نتشاف عشان حد يكررها. انا بعتقد ان احنا محتاجين في الموقع ده فوق ال 500 عربيه عشان تقضي ال 15,000 واحد دول. ما رايكم؟ ده ما فضلكم. يا ريت يشرفونا يا فندم في المحافظه على اول الاسبوع ونتقابل معاهم ونراجع المقترح اللي مقدمينه. هم جاهزين بعربيتهم بكل حاجه للجهه المشرفه. الو. ايوه يا فندم. مع حضرتك مع سيادتك يا فندم. وانا بس عشان بكره بمشيئه الله عندي السيد وزير الصحه عشان التامين الطبي للناس دي ببقى معاه مشغول بكره. لا دينا ميعاد سيادتك نتواصل معاهم ان شاء الله. يجوا لسيادتك امتى يا فندم؟ يجوا لسيادتك امتى يا فندم؟ يقولوا لي يا فندم يوم الخميس او السبت ان شاء الله. لا ما سيادتك اديهم ميعاد وهيجوا يعني وراه، ما هم قاعدين على باب الله، ما هيعملوا ايه؟ ما صرفوا اللي قدامهم. الساعه 11 اهلا وسهلا. ربنا لي يوم السبت الساعه 11 في المحافظه. السبت الساعه 11 في المحافظه ان شاء الله. هو الاستاذ عاطف راغب يعني هو ده الليدر بتاع المشروع وهيبقى اللي معاه الاستاذ عاطف راغب. طيب سيادتك يا فندم النهارده ايه الجديد؟ النهارده الجديد ايه يا فندم النهارده عند سيادتك في الجديد ان شاء الله ان احنا بننسق مع وزاره الصحه. كان عندنا النهارده مشكورا الدكتور عادل عدوي وزير الصحه بعت لنا وفد من وزاره الصحه عشان نراجع التامين الصحي والطبي لكل الناس اللي هيبقوا موجودين على طول القناه. بكره بيزورنا معالي الوزير عشان دعم 4 وحدات صحيه على طول مجرى القناه الجديده موجودين في الانطره شرق، بالاضافه لمستشفى الانطره شرق، بالاضافه لدعم المنطقه ب2 عربه اسعاف جديده تواجدوا في المنطقه. نسقنا ايضا مع جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه عشان بعد بكره ان شاء الله جاي لنا نختار مكان لمنفذ بيقدم اللحوم والخضروات والبقاله والالبان ومنتجاتها للعناصر هناك في شكل حضاري وشكل وعندنا مفاجاه دلوقتي هتحضر لنا مكان، والمكان صغير، عايزين 3 متر 3 متر مطعم
على اعلى مستوى في عربيه بتقدم، وشباب كله شباب متخرج من الجامعه وشباب يفرح. يعني انا ساره يعني خريجه تجاره انجلش، يعني ساره يعني احمد سمير. اتمنى الشباب كله يلاقي طاقه نور على العمل ونقضي على البطاله دي ان شاء الله، ولو تدريجي حتى ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، واحنا على تواصل بقى. اهلا بيهم واهلا بحضرتك ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. السيد اللواء أركان حرب القصاص محافظ الإسماعيلية، وكان النهارده على خلفية، احنا عارفين محافظة الإسماعيلية دلوقتي بقت هي في القلب وفي العقل وفي كل حاجة بالنسبة للمشروع الحقيقة. ومحافظة الإسماعيلية النهارده احنا بنتكلم على 15,000 واحد النهارده في الحفر بتاع القناة، هيبقى لهم خدمات وعايزين حاجات. وان شاء الله المشكلة بتاعتنا اللي احنا بنناقشها النهارده دي هتبقى تجد حل عند السيد محافظ الإسماعيلية بإذن الله. نرجع بقى للموضوع، وان شاء الله انتم معادكم من السبت هتروحوا للسبت اللي هو القصاص باذن واحد يا حاج. خلاص. وانا هكلمكم في التليفون بعد ما اكلم سياده المحافظ بعد البرنامج، وبكره ان شاء الله. احنا صعدنا الموضوع على الانترنت على الفيسبوك، والاستاذ اسامه عبد المنعم خبير التنميه البشريه مشكور يعني عايز يساعدنا، وعمل لنا مداخله يعني التواصل مع معالي الوزيره وزيره القوى العامله سياده الوزيره، وعدته ان هي هتقابلنا وان شاء الله في مقابله بكره، ووعدته ان هي هتتبنى الموضوع وهتحاول تحله. طب احنا بنتكلم في ده، احنا النهارده انا عايز اقول على اي مشروع اي فكره جديده دايما في الاول بتبقى مشكله. انتوا خدتوا الصدمه يعني، انما انتوا هتاخدوا صدمه بس هتفتحوا مجال كبير جدا من عند ربنا ان المشروع ده ان شاء الله. ان شاء الله انا يعني عارف ان النهارده انت بتروح دلوقتي في مكان يعني انت رايح لحته فيها الزبون بتاعك موجود، الناس بتشتغل ليل مع نهار وشغالين ليل مع نهار، بس سدوا انتوا بس يا اخويا اشتغلوا. حضرتك اللي هياكل ورونا هتعملوا ايه بقى، وروني هتعملوا ايه. ابراهيم اللي هياكل من عندك ويلاقي اكلك نظيف وبسعر معقول، ورونا هتعملوا ايه. اشتغلوا وسدوا. هنا بقول لك 15,000 واحد ان شاء الله تمشي. احنا عايزين جرة قلم، بس انت لا هتتحل ولا لا؟ كل حاجه الحكومه اكتر من كده ان شاء الله. كل حاجه بتتحل. هي في الاول كده عالي، ومعلش احنا عندنا بعافيه شويه في الحاجات. ما هو ده محافظ وده محافظ هنا، ما انت سمعت اهو، ده محافظ. ده في حد تروح له يقول لك ممنوع يا سيد، انا ما اعرفش مين سيد، انما هو بيقولوا له نسبه البطاله سيادتك في مصر 25% من القادرين على العمل. لو حلينا نصها بس بالعربيه المطعم دي او ربعها يبقى قول لي كلفت كام بقى، قولوا لي كلفت العربيه دي كلفت 200,000 جنيه. ليه بقى؟ حاولوني كده. العربيه احنا العربيه دي هي اللي بتتعمل مطاعم عشان بتبقى واطيه على الارض. بس ممكن شباب يجيبوا عربيه ارخص من كده، العربيات العاليه زي الجامبو الطويله دي وعربيات كتيره. امال دي كانت عربيه ايه؟ دي عربيه ايفيكو، دي عربيه معينه زي اللي هي بتاعت الشرطه بتاعت الامن المركزي. العربيه دي واطيه على الارض وانا كنت بره في اوروبا، انا كنت في قبرص وكنت في حتت كتير بره. فانت عارف ان العربيات دي اللي بتنفع تعمل مطاعم، اللي هي شاشها اللي هي الشاسيه بتاعها واطي في الارض، ومن ورا عجلتين عشان تتحمل وزن، وفان. العربيه بتنزل فابريكا من الشركه فان متقفله جاهزه عشان ما تقرفكش انت. يعني مش حضرتك بتوديها تتعمل لها صندوق، لا هي نازله فان بصندوق. بكام بقى العربيه دي لوحدها؟ العربيه دي ب 150,000 جنيه لوحدها. يا نهار ابيض. دي مستعمله كمان. دي جديده في مصر ب 300,000. انا كلمت التوكيل عشان نجيبها في اول الموضوع ب 300,000. ربنا كرمني ولقيت واحد جايبها من بره يعني خدتها منه وبدانا مشروعنا فيها. ده حلم انا بحلم بيه من قبل ما اعمله ب3 سنين كمان. دي العربيه من جوه مش كده؟ الشاشه قدامك اهي تاخد. ايوه دي اشرح لي ايه اللي بتاع اللي على اليمين واللي على الشمال. حضرتك ده تجهيز اللي جهزناه في الاول. ده الراك اللي هو بالاستانلس من بره، والدرف معموله الموتال وفيها حوض وفيها 4 قلايات. والحنفيه اللي في الحيطه دي كانت الحيطه الجزء الابيض اللي في الحيطه ده كان فايبر بتاع العربيه بتاع الالموتال فايبر. طبعا كل ده احنا هديناه، دلوقتي العربيه بالكامل ستانلس ستيل. ستانلس ستيل كلها. كل ده هديناه تاني وعدنا تصميم العربيه من الاول تاني. فعشان كده صرفت كتير. طيب المعدات اللي جوه لما جيت بقى انت احمد بقى لك انا عايز فرن شكله كذا، عايز مش عارف ايه كذا وكده. طبعا هو اللي هيقف يشتغل، هو اللي هيطبخ. فعايز اوفر له ده كالستانلس. ده الضرفه الاسود ده فيها سبوتات نور، دي الضرفه الكبيره اللي بتتفتح. ده كان برضو فايبر. كل ده اتهد واتعمل ستانلس. طب ساره بقى هو يطبخ وانت تاكل انت بقى ولا هتعمل ايه؟ لا ساره برضو. هي الفكره طبعا جميله جدا، ما تنفذتش، اتكلفت كتير علشان احنا اهو لسه بنجرب. بس انا شايفه انه لو اي بزنس مان كبير اتبنى مشروع في تصنيعه
فده هيبقى حاجه كويسه جدا. الموضوع هينتشر، الشباب هتشتغل. طبعا زي ما استاذ عاطف قال احنا وصلنا لنسبه كبيره جدا في البطاله، 25% دي مش حاجه سهله. فطبعا بمشروع زي ده ممكن يساعد شباب كتير، ممكن يفتح بيوت كتير، ممكن الناس بقى تبدع بقى، مش شرط تبقى عربيه كده. لو حد مثلا ظروف يعني امكانياته اقل شويه، بيبقى فيه اللي هي بتبقى زي بتبقى زي كرفان، اللي هو زي موتوسيكل كده او عجله. بتتقطر. بالظبط. دي كلها على فكره افكار جميله، بس هي الفكره ان احنا بس عايزين نبتدي نبدع، مش عايزين نتصدم في الاول لا مش هينفع، لا ملاش تصريح. احنا عندنا لا دي اصل الاول، يعني انا بقول لك صباح الخير تقول لا، يعني يا عم طب استنى اسمع الموضوع بس، استنى خدت بالك. طبعا ما تخافيش من ده. انما انا بقول يعني ايه، وما ضاع حق وراءه مطالب، ما تقلقوش حضرتك ان شاء الله هتلاقوا، يعني هتلاقي حاجه ان شاء الله اجمل من كل. هي الفكره كلها ان كنتم بتعملوا حاجه هتفتح امل، ميزه انك انت حاجه بتحل مشكله وبشكل كويس وبشكل نظيف، واقدر اروح بيها في حتت كتيره جدا، في مناسبات كتيره جدا. يعني انت لا تتخيل انا ليه بقول لك كده. انا كنت اول من ادخل فكره الايفنتات الرياضيه، الاحداث الرياضيه، فانا عملت بطولات الاهرام اللي كانت بتتعمل عند الهرم. كانت مشكله المشاكل، وانا انا بشوف المشاكل اللي عندي ايه، الاكل والشرب، ما عنديش كاترينج. تمام. لو بقى دي كانت موجوده فكانت هتحل لي مشكله كبيره جدا، لان كانت مشكله كبيره يعني بقى انا بقى خلاص بشيل من دماغي. لو انا عندي في مصر ده كنت بتمنى لو انا عندي في مصر كانت حلت لي مشكله. فانتوا عاملين حاجه كويسه ان شاء الله هتيجي. حضرتك احنا كمان مسمين العربيه كلاكيت، لان احنا كان فكرنا ان احنا نشتغل برضه في مجال السينما، نطلع مع التصوير الخارجي، الاستاف انت التصوير. هتبقى مطلوب في كل حاجه. احنا كانت بدايه الفكره. طب انتوا ما عملتوا، طب انتوا لما جيتوا السينما هو انت في اي حال لازم تاخد ترخيص؟ ايوه طبعا يا فندم. قول لي ايه الموضوع الترخيص، احكي لي. موضوع الترخيص سيادتك، انا في بدايه المشروع خالص ما كانش معانا طبعا المبلغ دوت. رحنا قلنا مين اللي بيعمل مشاريع شباب في مصر؟ الصندوق الاجتماعي. توجهنا للصندوق الاجتماعي، قال لي لا انا ما بعملش المشاريع دي. ليه ما بتعملش المشاريع دي؟ قال لي ما حدش بيعرف ياخد بيها تصاريح، ممنوع او ما بتتعملش. فما فيش حاجه قبيحه يعني، ما فيش. طب حضرتك صندوق اجتماعي بتاع الشباب اللي بتعمل مشاريع للشباب، احنا جايين نعرض عليك فكره جديده، مش لازم الروتين اللي نمشي عليه طول عمرنا، لازم نبتدع ونغير وكل واحد يبتكر. فقال لي ما بعملش. فاحنا صممنا نعمل الموضوع ده، لان احنا عشان نبيع كل رحلتنا مثلا، او نتصرف كل واحد فينا يتصرف في كل ما يملك ويحطه في مشروع، اكيد لازم يبقى مشروع مضمون 100%. والاكل ما فيش فيه كلام، يعني ما فيش حد ما بياكلش. هتكسب يعني لما حضرتك لازم تاكل وانا لازم اكل، مهما انا عملت وراك اي التزامات برضه لازم تاكل. فقلنا هو ده المشروع اللي نضمن بيه فلوسنا، لان احنا ما عندناش غير الفلوس دي. فعملنا المشروع بمجهود ذاتي. حاليا احنا واقفين على الطاقه الشمسيه، احنا ما ركبناش حضرتك الطاقه الشمسيه، لكن انا مجهز العربيه انها تركب عليها الطاقه الشمسيه. فرجعت للصندوق الاجتماعي قلت له بص انا عملت المشروع، بص الجمال اللي انا عامله بالصور. قال لي خلاص انت واقف على ايه؟ قلت له واقف على التراخيص. قال لي واقف على فلوس؟ قلت له واقف على فلوس بتاعت الطاقه الشمسيه، عشان دي لوحدها بتتكلف من 20 ل 25 الف جنيه. عشان اجيب بطاريات، البطاريه الواحده ثمنها 2000 جنيه، وجهاز انفرتر بيور، مش اي انفرتر، بيور اللي بيشغل الثلاجات. انا هساعدك، هكلم لك انا فيه. فقال لي طب هساعدك انا عشان حد في الطاقه الشمسيه ديت، ان في حد من بره جايب ده، وهو اعتقد انه خد التوكيل ده اللورد، يعني انا في الجونه وعامل ده اللي هو بتاع. فربنا يسهل ان شاء الله، هنساعدكم. فالصندوق الاجتماعي قال لي مجرد ما تاخد موافقه من محافظ القاهره هنساعدك في ده، وموافقه من المرور انك ترخص، تعالى لي، ولو عايز 25000 جنيه بتوع الطاقه الشمسيه اعملها لك. هل انتوا هتختار مكان ثابت بتتواجد فيه وتمشي منه؟ حضرتك احنا بنطالب الحكومه ان تقنن الموضوع عشان الناس تلتزم. احنا لو احنا مش شباب ملتزم، احنا ما كناش قعدنا 3 سنين عاملين العربيه وراكنينها وما اشتغلناش بيها، مع ان البلد سايبه بقى لها 3 سنين وكل الناس بتعمل، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه بقى لنا 3 سنين. مع ذلك احنا ما عملناش عشان احنا شباب محترم. حضرتك احنا شباب محترم وبيحب بلده، ومش عايز، ما بيحبش، انا اسف في اللفظ، الهمجيه. احنا عايزين نظام. الحكومه تساعدني. هو المحافظ كان عشان هديك مكان وتوقفني في مكان، ايوه يا فندم، ويراقب عليا ويباشر عليا، ودي عربيه، ده مش كشك او انا مش بايع، انا مش بايع. هو انت عامل حسابك انك انت بتتحرك بالليل، اخلص شغل واقفل ضرفتين العربيه وادور العربيه واروح اوديها الجراج. يعني انت عامل حساب. طبعا. انا مش كشك. طب الترخيص بقى ايه المرور، ايه المشكله في المرور؟ الترخيص سيادتك ما يعرفوش في مصر حاجه اسمها مطعم متنقل. دي المصيبه السوداء.
مع ان الدول العربيه كلها عملتها. سيادتك القانون ده القانون ده مش نازل من السماء، ده احنا اللي بنحطه. فلازم نحط قانون يريح الناس مش يتعب الناس. لازم طيب نحط قانون انا يساعد برضو الشباب. انا اعدك ان احنا هنتصل باخواننا في بس الداخليه. سيادتك الورق العربيه عند سياده العميد ايهاب حبشي، ومشكور اخر مره رحت له قال لي عاطف اعمل لي شكوى لمدير اداره المرور وهبعت اجيب الملف الورق العربيه وهحاول اساعدكم. انا هكلم بكره، انا هنعرض الامر على السيد وزير الداخليه، انا هعرضه عليه يعني انا من خلال مكتبه، وباذن الله هسمعكم خبر كويس في هذا الموضوع خلال 24 ساعه. طب سيادتك اخر كلمه قلتها لي سياده العميد، قلت له سيادتك انا عايز قال لي انا عايز اساعدكم بس انا مش انا بطبق قانون عندي، ما بقدرش اعمل حاجه مخالفه قانون ما فيهوش للقانون. مطعم فهو بيطبق القانون بس هو عايز يساعدنا. فقلت له طب سيادتك ما تسيبنيش للظروف، يعني ما تسيبنيش تديني خلاص. انا الرخصة. الموضوع ده خلاص بقى بقول لك انا هخلص لك. طب في نقطه بس انا عايز ايوه ما بس احنا قاعدين مع بعض عشان بس نتكلم. نقطه صغيره، الرخصه لما يتكتب فيها ان العربيه نقل وامشي وظابط يقابلني في الشارع، ما هي دي النقطه اللي قعدتني 3 سنين. ان ظابط يقابلني في الشارع يقول لي افتح لي العربيه دي فيها ايه، ويفتح يلاقي تجهيزات مطبخ او تجهيزات مطعم، انا كده بقيت مخالف. يا سيدي الفاضل هنعرض الامر على السيد وزير الداخليه يحلوه بقى، هو ده الوزير وانا احنا في اكتر من وزير. ماشي يحلوها، يقول لك عربيه فيها مطبخ فيها حله، انا مالي انا من الكلام ده. قول لي طب انت دلوقتي احمد متصور انت ايه اللي ممكن يتعمل؟ متصور انت المكان يعني افضل مكان اللي كنت عايز تاخد فيه ترخيص فيه مثلا؟ يعني انا ان شاء الله انت هيكون بدايتكم وتشتغلوا في مشروع قناه السويس. روحوا هناك بقى وعندكم 15,000 اكلوهم يا اخويا، ورينا هتاكلوهم ازاي. يعني انا بحكي لك اهو، بس انت متخيل هنا لو ما تشتغل ده فين وتاكلهم ايه؟ هو مبدئيا الورش في مناطق ورش كتير عشان ياكلوا بيتبهدلوا. تمام. في مجمع للشباب بيقفوا فيه، بتلاقي مثلا عربيه كبده الله اعلم مش متراقبه، يعني احنا طالبين الرقابه، احنا ما قلناش ما فيش رقابه. لكن لما اكون واقف عليها رقابه هتبقى انضف. في مجمعات شباب كتير، في ورش، في مصانع، في جامعات. انت في اختيارك كده ما عندناش في دماغك احنا ان شاء الله نفتح فين؟ المكان مساكن شيراتون اللي قلنا مساكن شيراتون انا مساكن شيراتون في حته واقف فيها في شباب بيقفوا فيها، والمكان فاضي مش زحمه ما فيهوش عماير، في اخر العماير مش شارع البحر. المحافظ قال لك لا؟ شارع البحر قال لكم لا ولا قال لكم ايه؟ لا يا فندم، انا عملت شكوى رقمها على مجلس الوزراء، بوابه الشكاوي في مجلس الوزراء رقمها 2294. لا هم قالوا ايه المحافظه؟ قالوا ايه؟ ما ردوش على ما هو هيقول لك اصل انا ما بديش ترخيص سيادتك بعتوا الشكوى لحي السلام اللي هو تبع سكني، عشان انا البطاقه تبع حي السلام. بعتوا الشكوى لحي السلام مع اني كاتب، وبعتوها للتراخيص المباني مع ان انا كاتب عربيه مطعم متنقل. يعني احنا عايزين مشروع تصريح مطعم، بعتوها المباني. قلت لهم انا مش مطعم محل، انا جايب لكم مشروع شباب مطعم متنقل في عربيه. بعتوها في جهه ثانيه خالص. بعت تاني استعجال وبعت تاني تصحيح للموضوع عشان العقل يوصل للي احنا عاملينه. عموما احنا يا اخوانا تقدروا تشوفوا السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، لو نقدر نجيبه على التليفون يا اميره. ها شوفوا لنا كده. قولي لي يا ساره، طب ساره دلوقتي وانت حاسه انك انت مكانك فين في مشروع زي ده؟ كاشير. كاشير. ان انا احاسب، يعني ده تخصصي اكتر يعني. او ان انا اراقب المصروفات، الحاجات اللي داخله اللي خارجه. كمان الانجليزي انت خدتيه ده هيشتغل ان في اجانب هيجوا، واحنا هنتحرك بقى. وانا انا اصل انا ضد انك تقفوا في حته واحده. يعني هنتحرك، يعني نتحرك ونروح وبتاع، لان شايف انك انت. طيب النهارده دلوقتي ساره، لو انا ما اعرفش انتوا دلوقتي بديلكم دلوقتي ابتدى يفكر بطريقه ثانيه ولا، انما احنا لما نرجع لورا زمان كان لازم، يعني انت بنت لو هتيجي لحد ليكي يتقدم لك ولا الكلام ده كله لازم يكون في وظيفه ومتنيل بنيله ما اعرفش ايه وكذا كذا كذا. يعني هتقول له ان اصل انا عندي عربيه وبتاع، وهتيجي تقول له يا عم هيقول لك عم دبب ويقومك ويطرد. اتغيرت الحكايه ديت. يعني انت كبنت والنهارده وانت داخله في ده اصبح عندك لما حد يقول انا عامل مشروع، انت كبنت يعني بنتكلم معلش بنت النهارده توافقي انك كنتوا حطي ايدك في ايد اي حد عشان نعمل مشروع عشان ننجح، باعتبار ان الاعمال التقليديه ديت موضه قديمه او خلصت او مش هنجيب ثمنها؟ هي الفكره انه برضو حتى لو اللي اتقدم لي يعني هو كان شخص بيشتغل في حاجه جديده كده، هي برضو الفكره انه احنا برضو عايزين نتطور. يعني انا مش هبقى شاب واقف في حاجه معينه او عربيه زي كده مثلا في سن معين.
هفضل واقف فيها طول عمري. ما هو برضو الشباب في طموح. ما هي دي مرحله. ايوه بالظبط، هي طموح. يعني ممكن واحد دلوقتي بيشتغل في عربيه، كمان كام سنه ربنا يقدره يبقى هو صاحب العربيه، يبقى هو صاحب عربيتين 3 4، يبقى بيدير مشروع، يبقى عنده خبره في هذا الموضوع بالظبط. فدي حاجه طبعا هتبقى كويسه. هي ما دام فكره جديده دي حاجه في حد ذاتها كويسه. حلو ان احنا نبدا، يعني انا مع كرياتيفيتي شويه. بس طيب معرفش احمد في حاجه زي ديت حاسبين بقى انتوا ازاي، لانك انت المكان الخامات بتاعتك والحاجات والبتاع. ما ده تولي احمد، حتى تتبيل الاكل وتجهيز البانيه مثلا والشيش طاووق والبرجر والكلام ده. طبعا احنا هنشتغل في ماركات معروفه عشان تبقى مضمونه، وزاره الصحه وصحه الانسان وصحه الناس اللي هناكلها من عندنا. احنا هنعتمد على شركات محترمه يكون بتطلع منتج محترم عليه صلاحيه ومظبوط ومطابق للمعايير طبعا. واحمد الحاجات اللي هي مش بتتباع جاهزه بيبقى ليها تاريخ صلاحيه 3 ايام. وطبعا في حق الرقابه لما تيجي تلاقي التاريخ اللي انا محدده بعد 3 ايام، ال3 ايام عدوا وما انتهاش، من حقهم يعملوا اي حاجه. يعني انا بقى باجي اتبل مثلا بانيه بديله 3 ايام. اي حاجه متبله تاخد 3 ايام. انت ما اشتغلتش يا احمد بعد ما اتخرجت من الكليه؟ لا اشتغلت والله، اشتغلت واقف مكاني حضرتك. يعني يمكن دي تدينا امل. انا شيف تاني على فكره. تمام. وباخد 1000 جنيه. شيف تاني وباخد 1000 جنيه. وفي شيء ثاني في شيء اولاني؟ احنا 8 او 12 بركيشن. ها؟ في 8 درجات يعني. ايوه. الكبير قوي اسمه ايه بقى؟ هو الشيف الاول. الشيف الاول لغايه ما من تحت لغايه ما توصل اللي فوق دي 8 خطوات، 8 سلمات. 8 مراحل. اشتغل محمد احمد في كافيهات طب ما تجيبوا لي تليفونه واكلمه. طيب عشان دلوقتي اللي كان في متابعه من الداخليه، مساعد السيد وزير الداخليه اتصل وخد تليفوناتكم من الفريق من زملائي، وهيكلموكم بعد الحلقه وهنتحل وهتتابعوا معايا شخصيا. انا مش يعني احنا مش بقول كلام كده وهنخلص، لا هتتابع معايا شخصيا وهنوصل ان شاء الله الحل ان شاء الله. ففي موضوع التراخيص وباذن الله هتخلص كل الحواديت دي كلها. حضرتك دلوقتي انا بروح اشتغل يقول لي مرتبك 1000 جنيه وهشتغل ليه؟ ان مفيش شغل. هتروح فين؟ واحنا كتير المفتاح اتضربت طبعا يعني نوعا ما. فحتى الفنادق لما بنروح نشتغل بيقولوا لنا التعيين واقف. موجود على التليفون؟ طيب ماشي. طب خلاص ماشي. تمام. فانا العربيات دي لو انتشرت هتديني ان انا اعرف اشتغل، اعرف اخد مرتب. يعني دلوقتي انا بروح اي مكان هي هو مرتبك كده وهشتغل. هعمل ايه؟ باعتبار ان السياحه واقعه والدنيا مفيش اماكن اشتغل فيها. لكن لو في اماكن هيقول لك يعني هتلاقي المرتبات فتح حاجه جديده وباب جديد، فهيبقى في لا هتفرق معانا، هتفرق جامد قوي مع الشباب يعني. هتفرق معانا. ده مشروع يعني جاي مطعم تيك أواي. انا كنت يعني انا مريت بتجربه مع واحد صاحبي، فتحنا مكان ربنا ما وفقناش لان ايجارنا لوحده كان 4000 جنيه محل 12 متر. ليه 4000 جنيه؟ عشان على شارع عمومي. طب لما انا هدفع 4000 جنيه ايجار، في ميه في كهرباء، في ناس شغاله معايا وفي بضاعه بتيجي وفي مكلفه انا الشقيه، فوقفت. طبعا ايجار 4000 جنيه. لازم يفشل عشان ده شاب في بدايه حياته. هيفشل طبعا. طب احنا بنعمل هو المشروع، وحتى لو في ايجار عمر ما الحكومه هتخليه 4000 جنيه في الشهر. ايجار ايه؟ ياخدوا ايه؟ انا بقول حتى لو ضرايب سيادتك، احنا ندفع ضرايب. ندفع ضرايب. احنا بنقول للدوله خدي مننا فلوس مش ادينا فلوس، ونشتغل ونقف في مكان كل واحد يتعرف مكانه، والدوله تنظم الموضوع بشكل قانوني بشكل محترم. أنا كنت بتكلم، كانوا جايبين حلقه بس مش فاكر فيه، انا عمالكم تكلموني حلقه من حلقات الMBC بس مش فاكر ايه انهي واحده، التو اكشن بس مش فاكر. لا العربيات واكتر من عربيه ده بيقدم ايه وده بيقدم ايه والسندوتشات ايه والبتاع ايه. استاذ ابراهيم ده شيء. ابراهيم في اوروبا بيعملوا مسابقات ما بين العربيات المطاعم واحسن اكل او اجود اكل واحسن شياكه في تقديم الاكل بياخد مكافاه $5000. بيشجعوا العربيات وبيرتقوا بمستواهم بان هم بينافسوا بعض. العربيات بتعمل مسابقات، في لجنه بتعمل مسابقات وينافسوا بعض عشان التطور، كل عربيه تتطور تعمل اكل احلى واكل احسن،
وفي الاخر اللي بيكسب الجائزه بياخد 5000 يعني دولار. انا طب انت بتعتقد يا استاذ عاطف نسيبنا من الشراكه، انما انا بخلق قد ايه وكم حد النهارده لما هنشتغل؟ انتوا حسبتوها العربيه تعمل قد ايه؟ حضرتك 4 في كل شيفت يشتغلوا، العربيه يشتغل عليها 8 تنفار، 4 في كل شيفت، الشيفت من الصبح 8 ساعات وال8 ساعات التانيين يشتغل 4 تاني، احنا كده 8 اشخاص 8 يشتغلوا عربيه واحده. عربيه واحده. تخيل كبر مصر قد ايه، فيها كام ميدان، كام تخيل ان مشروع خلاص. احنا وقتنا خلص ولا ايه؟ وقتنا خلص؟ طب انت كانوا هناكلك اول سندوتش هتطلع تاكليه مش هتاخديه. استاذ عاطف عشان نراجع مع بعض، انا معكم قلبا وقالبا انا وفي اسره البرنامج دي كلها. النهارده اخواننا في الداخليه مساعد الوزير في العلاقات هيتصلوا بيكم، وسيد محافظ اسماعيليه هيقابلكم يوم السبت، وما بين الاثنين هتصل بيكم ان شاء الله، هيكون وصلنا لحاله ان شاء الله. بكره في ميعاد مع معالي الوزيره وزيره القوى العامله. ما ربنا يقويكم انتوا الاثنين، ربنا يقويكم انتوا الاثنين يعني. ان شاء الله ان شاء الله هتتحل يعني. استاذ عاطف راغب بشكرك جدا. استاذ احمد سمير، وان شاء الله نشوفك شيف نمره 1، الشيف الاولاني قاعد على البصه من فوق قريب قوي. ساره هاني نشع الكاشيره ويضحكوا عليكي. حاضر. هتتحل ان شاء الله. ان شاء الله. احنا عرضنا حاجه وان شاء الله هتبقى بدايه، وتاكدوا ان كنت هيذكر ليكم وهيحسب لكم انه عملتوا كل حاجه ان شاء الله. بشكر حضراتكم وبشكر حضراتكم كمان في البيوت. تصبحوا على خير.